اليوم راح أحكي لكم قصة بنت الفلاح الفقير والرجل العجوز الغني. كان فت فلاح ويشتغل على المزرعة مالته، ويعني كان عنده بنت كثير كثير حلوة. يعني كل الشباب كانوا يتمنون بأن يتزوجون معها. الرجل الفلاح ما قدر يعني يدبر المزرعة مالته، ولهذا راح اتداين هواية من رجل عجوز وغني. اتداين لحد ازداد الديون عليه وما قدر يدفع للرجل العجوز. الرجل العجوز قال له يعني انت الديون مالتك زاد عليك وبعد ما تقدر تدفعه، اما تدفع الديون وتخلص من الديون مالتك، واما اذا ما عندك تدخل السجن، واما تزوج لي بنتك الحلوة. الرجل العجوز هيك قال للفلاح: وامسح الديون مالتك اذا زوجت لي بنتك. وهذا الحكايات كلها دي يصير قدام بيت الفلاح الفقير، بنت الفلاح دا تسمع كل الحكي بين أبوها وبين العجوز. بس العجوز راد يسوي يعني نفسه خواش إنسان ويسوي فشي يعني على الحق. قال مو مشكلة، علشان هم أنت ترضيه وهم أني أرضى، نسوي فشي بأن الطرفين يكونوا راضين. أني هنا أكو يعني حجار داير مدار بيتك كثير ولونهم أسود وأبيض، وأني حأنتخب يعني 2 حجر، واحد أسود واحد أبيض، وخلي بالكيسة ونصيح بنتك ونسد عين بنتك ونصيحها ونقول تاخذ واحد من هذا الحجر اللي بالكيسة. إذا طلع الحجارة سودة بنتك تتزوج وياي وأني أمسح ديونك كله، وإذا أخذت الحجارة البيضة أني هم أمسح ديونك وبنتك تكون حرة وما تزوجها. الرجال الفلاح قال مو مشكلة، هذا خوش فكرة. بس العجوز يعني كان خبيث وعنده خطة خبيثة. سوى البنت طبعا هاي الحكايات كل شيء دا يصير البنت تشوفه ودا تسمع. سوى راح أخذ 2 حجر حجارات سودة وخلاهم بالكيسة، والبنية شافت بأن هو أخذ 2 حجارات سودة، مو واحد أبيض وواحد أسود، وخلاهم بالكيسة. وقال الفلاح روح صح بنتك. البنية قالت قبل ما تروح قالت أنا عندي 3 طرق بأن أحل هذا المشكلة: إما أدخل إيدي بالكيسة وأخذ حجر الأسود وأقبل بأن أصير زوجة هذا العجوز القبيح، وأما أخلي أبوي يدخل للسجن، ما أقبل أدخل إيدي بالكيسة، وأما أفكر بطريقة ذكية بأن أخلص من هذا الرجال العجوز وحتى أبوي هم ما يحتاج يدفع ديونه. راحت قالت أني أدخل إيدي بالكيسة. دخلت إيدها بالكيسة، من كانت تطلع إيدها من كيسة ذبت الحجارة على القاع. قالت أوي أنا ذبت الحجارة على القاع، أنا شقد غبية، أنا إحنا هسه شلون نلقى هذا الحجارة أنا ذبيتها على القاع بين هذا كل الحجر كلهم أسود وأبيض، هسه شلون نلقاها؟ قالت مو مشكلة، انت شو تقولين يعني شلون هاي البنية تفكر، يعني فكرت شلون تحل هذا المشكلة؟ قالت مو مشكلة، هسه اكو حجارة واحدة باقي بالكيسة نطلعها، اذا كانت سودة يعني هذا الحجارة البيضة وقعت على القاع وكل شيء، يعني أنا حرة وما أتزوج وياك، وإلا إذا كانت بيضة بعد هذا أتزوج وياه. دخلت إيدها
بالكيسة شافت الإحجار السوداء باقي، قالت اوي لعت هذا الإحجار البيضة اللي وقعت من ايدي. يعني هذا الإحجار اللي وقعت من ايدي كانت بيضة، يعني أنا حرة وأبويا ما عنده ديون، وهذا يعني أنا حرة. وبعد أنت مثل ما قررنا هذا يعني القرار، ويعني أنت تكون راضي وإحنا نكون راضين، هيك شيء. بعد أنا ما زوجك لأن حجار البيضة وقعت على القاع. والرجال العجوز هم ما يريد يكشف نفسه الخباثة مالته، ما يريد يقول أنا شرت الاثنين حجارات سوداء. سكت وقال مو مشكلة، انتي حرة، وأبوك هم ما لازم يعني يدفع شي يسموه ديونه. يعني الحكاية من القصة هيك تقول بأن كل إنسان لازم يفكر أكو حل لكل مشكلة، بس لازم يفكر زين بأن المشكلة لا يكبر وينحل. إذا عجبكم القصة اعملوا لي لايك واشتركوا في قناتي، وشكرا لكم.